في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كان الأخوان سيف وكريم يجلسان يستمتعان بوقتهما ويحتسيان مشروبا ستوب. اسمعي حضرتك بتاعت انجلش مش عربي. ايه ده؟ صح. طيب نبدأ من الأول. They were sitting in their living room having fun, enjoying their time and relaxing while having a hot beverage to enjoy the winter atmospheres. ايه ده ميس خلصت يونت 6. انت ذاكرتها؟ لا يا ابني احنا لسه مخلصين يونت 4. طب ده احنا كده مراكمين قوي. الترم خلص. هنعمل ايه؟ ايه ده؟ دي ميس مي. انت هتعمل كتاب ولا ايه؟ ايه يا سيف وكريم اللي انتوا عاملينه ده؟ يا ميس ما احنا قاعدين بنذاكر اهو. دي مذاكرة دي؟ بصراحه عندك حق. يا ميس بصراحه الجو ساقع والواحد مش قادر قاعد متدفي هنا. هنبدا الترم التاني بقوه. برد ايه وديسمبر ايه وواحد مكسل ايه يا جماعه؟ احنا دلوقتي بنقفل الترم الاول، وطبعا يا شباب الفكره في الخاتمه بتاعتك لازم تكون قويه جدا. لو انت طول الترم مش شغال، لو انت طول الترم مراكم، لو انت طول الترم مش احسن حاجه، لازم ان شاء الله تقفل الترم كويس جدا. واحنا محضرين لكم في باقات ديسمبر اقوى نهايه للترم الاول، سواء كنت طالب اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي. ديسمبر عندنا هو وقت النشاط ووقت القوه كده والحيويه، فعايزاكم تجهزوا معايا عشان ورانا شغل كتير. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى في شهر ديسمبر؟ شهر النشاط والطاقه والحيويه والمراجعات والنهايات القويه. بالنسبه لاولى وثانيه ثانوي، اول حاجه تعرف ان حضرتك اذا اشتركت شهر ديسمبر ان شاء الله معانا، حضرتك هتاخد مراجعه الترم الاول مجانا. شهر ديسمبر المحتوى بتاعنا فيه هو يونت 6، طبعا الوحده بتاخد اسبوعين، فكده اول اسبوعين من شهر ديسمبر اخدنا فيهم يونت 6. وبعدين يا ميس مي طبعا هنبدا المراجعه بتاعتنا قويه، والمراجعه هتكون عباره عن 3 محاضرات. في كل محاضره هناخد 2 يونتس، فوكاب وجرامر وسكيلز وترجمه وكل ما يتعلق بالامتحان. هنجهزك ونخليك تمام جدا حتى لو مستواك مش احسن حاجه طول السنه. المراجعه شامله وقويه، وطبعا عشان ما نعطلكوش ونقول بقى نستنى كتاب المراجعه ونستنى ما اعرفش ايه، كل المراجعه هتكون PDF، والبي دي اف هيكون موجود عندك على المنصه، هتنزله وتشتغل معانا على طول من غير ما تنتظر، من غير ما تضيع وقتك، وتبقى متابع معانا وكل حاجه عندك وكل حاجه تمام ان شاء الله. ومش ده بس يا جماعه الكلام، احنا عندنا كمان شهر يناير. شهر يناير هنبدا فيه طبعا الامتحانات بتاعتنا هتبقى تقريبا نص واحد. الشهر ده هيكون المراجعه بتاعتك فيه على المنصه هديه لحد ليله الامتحان معانا، كل حاجه ان شاء الله هتكون تمام. فانت كل اللي هتعمله هتشترك باقه ديسمبر، لو طالب اولى او ثانيه ثانوي هتشترك باقه ديسمبر وخلاص انت تمام لحد ليله الامتحان زي الفل، مفيش اي مشكله. بالنسبه بقى لطلاب ثالثه ثانوي حبايبي بقى، الدفعه الكبيره كده، الطلاب الجامدين الشاطرين المتفوقين، طلاب ثالثه ثانوي الحلوين دفعه 2025، هنعمل ايه يا شباب بقى في شهر ديسمبر؟ شهر ديسمبر يا شباب نفس الفكره، هناخد فيه اخر حاجه في محتوى الترم الاول اللي هي يونت 6. طبعا اليونت برضه هتاخد معانا اسبوعين. ومش بس كده بقى، شهر النهايات القويه اللي انت هتاكد فيه على مستواك، وان انت هتقف فيه على ارض صلبه كده وتلم كل اللي فاتك عشان تبدا الترم الثاني وانت تمام في الانجليش، ومش شايل هم الانجليش، ومش حاسس ان الدنيا مش احسن حاجه عندك. الشهر ده حرفيا انا دايما بقول في كل الدفعات اهم شهر في السنه بالنسبه لي. فلو انت ثالثه ثانوي شهر ديسمبر هو اهم شهر بالنسبه لي. ليه؟ لان مش بس احنا بنقفل فيه المنهج بتاعنا، احنا كمان بنشتغل فيه كل محتوى التراكمي في الجرامر. المحتوى التراكمي ال 10 دروس تراكمي المهمين جدا جدا اللي لازم تكون عارفهم تشتغلهم في شهر ديسمبر، وهيتعادوا لك تاني ان شاء الله في نهايه الترم الثاني. فانت كده اخدت التراكمي كم مره؟ مرتين. تراكمي ان شاء الله باذن الله هيتعاد لك وتشرح لك مرتين، تمام؟ فانت باذن الله هتكون مجمع التراكمي بتاع اولى وثانيه ثانوي من اول اولى ابتدائي، من اول الضمائر وانواع الكلمات كل حاجه، الا والان والذا، كل التراكمي ان شاء الله هيكون معاك. طيب هنعمل ايه تاني؟ هناخد كورس كامل للمهارات، كورس المهارات كامل، سواء رايتنج سكيلز، الاساي والسي في والايميل وكل الحاجات دي، او حتى بانكتويشن سكيلز، علامات الترقيم. هنقفل كل المهارات وهنحل عليها ونطبق عليها كويس قوي. ليه؟ عشان ننقل الترم الثاني كل علاقتنا بالسكيلز ان احنا بنحل عليها، احنا خلاص فهمناها وهضمناها وبقت زي الفل بالنسبه لنا، مفيش اي مشكله. فنيجي الترم الثاني الموضوع بالنسبه لنا يبقى بسيط، ما نتقلش على نفسنا، لان يا جماعه طلاب ثالثه ثانوي الترم الثاني مش هيكون سهل، خصوصا في كل المواد. بالنسبه للانجلش ديسمبر ده هيخليه سهل ان شاء الله، لكن المواد الثانيه فيزياء بقى وكيمياء والكلام ده وتاريخ وجغرافيا هتلاقي الموضوع تقل. فانا مش عايزه الانجلش يبقى تقيل على قلبك، عايزه الانجلش يبقى خلاص مجرد من ايه، انا بحل المهارات خلصت منها شلتها من على قلبي وبحل فيها. كمان هناخد القصه يا شباب، القصه كلها هتشرح لك محتوى
الترم الاول من اول شابتر 1 لحد شابتر 6 وهتحل عليها. وكمان هناخد كتابه المقال، كتابه الاساي. هتبدا تكتب معايا في ديسمبر كل مره، كل حصه هنبدا نكتب من اول حصه تراكمي مقال واساي، كل سيشن تتدرب عليه واحده بواحده لحد ما تلاقي نفسك واخد اجازه نص السنه اللي هو تقريبا برضو نص يناير، نص شهر واحد، وتلاقي نفسك واخد الاجازه مع اخواتك بتوع اولى وثانيه ثانوي، وهديك اجازه حلوه كده اسبوعين وانت لامم الدنيا كلها، سواء المنهج من الوحدات من 1 لحد 6، سواء التراكمي، سواء المهارات، سواء القصه، كتابه المقال، كله هيبقى تمام باذن الله. نبدا بقى ترم تاني من اول يونت 7 هنلاقي ان معظم الجرامر اللي فيه متكرر من الترم الاول، واحنا بقينا تمام في الترم الاول. اذا الترم الثاني هيبقى خفيف على قلوبنا، وهيبقى عباره عن حل كتير، وهيبقى عباره عن طبعا استرجاع للقواعد اللي احنا اخدناها قبل كده في الترم الاول. يعني هيبقى عندك وقت المواد الثانيه باذن الله، وهتبقى مطمن ومش شايل هم الانجليش ولا ترجع تقول الحقوني. خلي بالك ان اي لغه هي ماده تراكميه، سواء لغه انجليزيه انجليش او لغه عربيه، فلازم تبقى مستغل الفرصه اللي عندنا دي كويس قوي انك تقف على ارض صلبه قبل بدايه الترم الثاني. فيا شباب كل ده ان شاء الله هيحصل في شهر النشاط والطاقه والنهايات القويه. اقفل الترم بتاعك على ارض صلبه، اقفله وانت واقف كده قوي كده ومتمكن من الماده بتاعتك، مش حاسس ان انت تايه. ايا كان مستواك هتلاقي الدنيا خلاص بقت تمام ان شاء الله معاك، هتلاقي نفسك افضل بكتير. بتحس بالفرق في الترم الثاني لما تلاقي الناس عماله لسه محتاسه وانت مش شايل هم الانجليش، لان الحمد لله خدت كل الاساسيات والتراكمي وكل الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها عشان تبدا الترم الثاني برضه بدايه قويه. يبقى انت هتقفل الترم الاول نهايه قويه وتبدا الترم الثاني بدايه قويه. ويبقى كده يا شباب نكون خلصنا مفاجآت ديسمبر بتاعتنا. طبعا كل الاسعار وكل حاجه هتلاقيها موجوده على المنصه، لينك المنصه موجود في الوصف. ما تنساش تدخل تشترك وتدخل بياناتك عشان تبقى عارف على طول كل التفاصيل وكل العروض وكل اي حاجه بتحصل في المنصه تبقى معانا. ويلا بقى دلوقتي يا سيف وانت وكريم نبدا نشتغل. قوموا يلا دلوقتي على المنصه عشان تشتغلوا كلكم يا شباب. اي حد ولو تانية او ثالثه ثانوي تانياكوا دلوقتي عشان نبدا مع بعض شهر ديسمبر ونقفل مع بعض اقوى نهايه للترم الاول، نهايات القويه. والله الميس عندها حق. ايوه عندها حق، انا اتحمست. اقول لك شغلنا الحته دي تاني.